بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى عيله واحلى اخوات في الدنيا. طبعا النهارده احنا هنعمل مع بعض فيديو جديد زي ما انتم شايفين. انتوا عارفين ان محتوانا دايما عن الزراعه. هنبدا ان احنا نشوف الملوخيه بعد ما طولت شويه كمان، يعني احنا نقناها قبل كده وهي صغيرة عن كده. دلوقتي لما شربت او اتروت مرة تانية او تالتة طلعت عيدان. هوريها لكم دلوقتي حالا. طلعت ورق في العيدان. وريني كده يا ام احمد اوريها لهم. طبعا احنا نقناها قبل كده مع بعض. وريني كده، بصي وريني بقى العود كله. اه اي وريني تعدلي كده زي استني الناس، بس اما تعدلي زي الناس ما بتتعدل. بصي طبعا في الاول خالص انت بقى خلينا ارجع انا في الظل. انا مش بصوا، رايحه على الطويل برضه. لا الطويل كله والقصير. لا خلي القصير في الكيس طبخه. طيب طبعا كان الاول في الشوشه اللي فوق دي اللي هي دي. دلوقتي لما اتروت وشربت ميه جابت في العود كله خليها ورق كده. بسم الله ما شاء الله. الناس بقى تاخد الملوخيه كده وتقول لك ده رمت ورق. تقول لك ايه دي مخلفه. اهو العود اهو، دي مخلفه ورمى ايه. دي هترمي ورق وهي جميله ما شاء الله. ما فيهاش حاجة مخرمة ولا الكلام ده كله. طبعا ما فيهاش أي أسمدة، ما فيهاش أي إضافات كيماوية. حلوة قوي. كان في عناية بيها علشان طبعا انتوا عارفين ان الزرع بيحب العناية علشان يدينا انتاج حلو. طبعا احنا بعد ما نقينا الملوخية وبعنا الملوخية سيبنا العيدان القصيرة في قلب الأرض علشان نطبخها، او اللي ما طبخش ياخد طبخة او كده الكلام ده يعني. واخدين بالكم لان هي كانت لسه قصيره ثانيه. فطبعا لما كانت قصيره ما كانتش راميه ورق كتير، فقلنا هنسيبها تشرب الريه الجايه دي علشان تبقى كتير. يعني هي لو انتوا شفتوها كانوا بصوا هي متنطوره اهي، مش مزروعه على بعضيها. او اللي احنا سيبناه نقينا من كل جوره خدناها بحالها، والقصير خالص سيبناه. القصير اللي كان صغير زي ده كده، انتوا واخدين بالكم، اللي كانت صغيره زي دي ما شاء الله بقت كبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا الكل هيطبخ ملوخيه والكل هياكل ملوخيه. فاحنا قلنا نسيب الشويه دول بحيث ان احنا ما طبخناش منها ناخد منها طبخه ملوخيه. يبقى بعنا من الملوخيه قدرنا نستفيد، وقدرنا كمان نطبخ منها، وربنا يعني ايه يراضي الجميع زي ما بيقولوا كده يعني في الفلاحين. فهي ما شاء الله اما شربت ميه بقى ما شاء الله عليها. الميه هي سر الحياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما شاء الله. ملوخيه صبحه بقى من الارض. هنعمل ملوخيه النهارده بقى، وايه ما ادراك. اعملوها بقى، اللي عنده فراخ يعملها على الفراخ وبتحط لها مكعب شوربه بتبقى حلوه قوي قوي. كمان ولو في بط بقى يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الملوخيه. يا سلام يا سلام. يا سلام. القطه نورت. نورت كلها. اهي. ايوه اوريكم القته. نورت. بصوا القته بقى، القته ما شاء الله. بصوا كانت ايه، كانت مزروعه، كانت صغيره خالص. شفتوا بتفرش ازاي. ده السبب اللي احنا بنقول ان القته بتتزرع على خط وخط، او بنسيب لها او بنعمل لها مسطبه. بيبقى اسمها مسطبه. بنعمل الخطين، بنضم الخطين على بعض ونفرشهم وبتبقى اسمها مسطبه، لان القته بتفرش بالطريقه دي. او بمعنى اخر بتتمدد في الارض، ما بتفضلش مكانها كده زي عود الملوخيه زي ما انتم شايفين قدامي كده. لا القته بتتمدد في الارض. وكذلك الخيار كمان. بصوا الخيار كمان بيتزرع برضو على مسطبة او على خط وخط. تمام كده. وادي يا محمد فطرتوا. زي ما انتم شايفين. والجرجير اهو ما شاء الله عليه ما شاء الله اهو. في طعم الجرجير ده يا جماعة، الجرجير الفلاحي. عارفين يعني ايه الجرجير الفلاحي؟ طبعا انا سألت الجرجير حراق يا جماعة، قالوا لي امال هو يبقى اسمه جرجير ازاي؟ ليه طعم وليه نكهة. والله العظيم حاجة في منتهى الجمال، يعني حاجة محدش يتخيلها ولا يتوقعها. طعمه جميل فعلا. اول مرة اعرف ان ده الجرجير. ايه تعبتي؟ تعبتي؟ اعمل بدلك شوية.
لا كلها خسارة. ما هتكبر يا ام احمد. لا لا حتى الأربع حتى. 4 ايه؟ قال لها الطويل يلا احنا هنطبخ اصلا، هم هيجوا طبختين. لا أكتر. ده إيد واحدة بتملى الدنيا. يا ستي حلو رضا، ربنا يزود الرزق. ربنا على الطبيخ يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. طبعا ام احمد مستمره في تنقيه الملوخيه. شايفين ام احمد يا ولاد منوره ازاي؟ ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه يا ولاد؟ طنط منى عاملين ايه يا ولاد؟ صلوا على النبي يا ولاد. بصوا بقى، ربنا ما يضيعش تعب حد يا رب، اللهم امين، ويرزق الجميع. خدي ملوخيه، لا خلينا العود ده. يا جماعه اللي عايز يخزن ملوخيه يخزن. صحيح نسيت اقول لكم، الناس ممكن تخزن ملوخيه دلوقتي، بس الملوخيه غلت، خدوا بالكم الملوخيه يعني غلت. غليت الناس مش هتاكل؟ لا هتاكل. هو فاضل إيه؟ استراحه يا جماعه، ام احمد تعبت فجت تستريح، قعدت تاكل كلبس. شايفين التمدن والتطور؟ وريني كده، وريني الكلبس ده. حاجة مقرفة. امال هو بقى عامل كده ليه؟ ده كان زمان كلبس بجد، ده نزل عليه التخفيض جامد. ده بقى عامل زي البيت بتاع الأرض. قومي يا ام احمد يلا خلينا نخلص. في بق واحد، في بق واحد. بص ابو قردان، ابو قردان اهو، ابو قردان نازل يشوف الاكل بتاعه. انت ما نقتش الفرده دي عدل؟ نقيه فيها لسه، هاتي اللي فيها. هم يا دوب هيكفوا طبيخ على فكره، يا دوب هم فاضل طبختين. حلو ده. بصوا القطه نازله، بصوا تتدلع. الدلع يا بيضه، الدلع يا بيضه. طبعا بقى الفلاح بياكل من ارضه بقى. يا سلام يا سلام. بصوا دي بقى يا جماعه العريضه دي اسمها مصطبه اهو. المفروض تبقى كل الخطوط او زراعه الكوسه او الخيار او القته على مصطبه عريضه زي دي، او اعرض من كده كمان. تمام. بس احنا فلاحين مع قبل ما تفرق. احنا فلاحين لسه بنتعلم، مبتدئين. تعالوا ما اوريكم مرحله ملوخيه طالعه بس مزروعه، مش مزروعه جور. لا انت يا ام احمد، مريم رايحه فين يا مريم؟ انت مسافره ولا ايه؟ بصوا اوريكم مرحله ملوخيه تانية مزروعه، شقينا الارض وزرعناها. هي زراعه ناجحه وجميله قوي. هوريكم مرحله ثالثه برضو، دي لسه طالعه ما شاء الله عليها، يا دوب شربت مره بعد المره الاولانيه. طالعه كده اهو. شقينا الخط وزرعناها بالشكل ده، مش جور زي اللي احنا لسه بننقيها. تمام كده يا رب. كل اعوذ برب الفلق. اشمعنى بتشوفي بتاعتنا يعني؟ انا والله ما شفت بتاعت حد. هتلمها يوم الاربعاء ان شاء الله، ان شاء الله. يوم الاربعاء ده هتبقى بقت ايه؟ يوم الاربعاء دي يومين كمان يا حبيبتي، انا اعملها محشي، لان يوم الاربعاء دي هتبقى كبيره قوي. انا عايزاها جميله كده، عسل زي كده. هي تكبر كمان شويه واشيلها اعملها محشي. انت يا ام احمد مش واخده؟ انت بتجيبي واحد من هنا على واحد من هنا. منق الطويل.
نقيها كلها، نقيها بحالها. الخط فاضي. لا مش فاضي. طبعا يا جماعه انا هسيب ام احمد بقى ايه تنقي الملوخيه مع نفسها كده، لان كده هي على ما تخلص هنكون عملنا ايه فيديو قد ساعتين 3 4. طبعا انتوا شايفين هي بتنقي شويه وتتعب شويه. فاحنا هنسيبها بقى. بس يا ريت ما تنسوش ام احمد باللايك. وريني كده يا ام احمد بوكيه الورد ده. الله. الملوخيه صبحه فلاح يا جماعه. حد عايز ملوخيه يا جماعه على فكره بقى، اللي هيجي ياخد كيلو ملوخيه هديله عودين هديه. لا هديله كوسيه فوق الملوخيه. يا ريت ما تنسوناش باللايك، ما تنسوش تشجيعكم ودعمكم لأم أسامة على قناة دربكة ولعبكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.